الرغبة موجودة لكن الركبة ما تساعد. ايه الظاهر انه فعلا الركبة هزمت الرغبة. وعمر عبد الرحمن او مثل ما يسمونه عموري قرر يعتزل، وكله بسبب الاصابات اللي حرمتنا من واحد اجتمع الكل على انه خيالي، وان اللاعب العربي الوحيد اللي قدرنا نشوف فيه لمحات من ميسي ومارادونا. بس للأسف وزي اي بطل بأي قصة، عموري هزمته ركبته اللي كانت خصمه الاول واجبرته على انه يوقف لعب. واذا هذه اول مرة تسمع عنه احب اقول لك فاتك كثير. فاتك تشوف لاعب يحسسك انك تشوف ميسي قدامك، لاعب قدر يثبت للكل ان اللاعب العربي يقدر يوصل لاماكن بعيده، وكل اللي عليه بس يحلم، مثل عموري اللي بدا مشواره من حواري السعوديه، من بعدها انتقل للاحتراف، وعيون الناس بدات تشوفه من العين الاماراتي، وزادت شهرته من كاس الخليج. من وقتها عموري انفجر وصار ميسي الخليج، وصارت الناس تتداول اسمه بدل المره مرتين، وحلمه تحقق. بس كان في حلم ثاني داخله، حلم عاش حياته كلها عليه من وقت ما كان صغير، وهو انه يلعب لنادي الهلال، النادي اللي اعلن عموري كثير عن حبه له. وفعلا الحلم تحقق، وبعد مشوار بسيط الركبة رفضت تكمل مع الزعيم، وانتهى حلم عموري. من بعدها تخبطت المسيرة، شهور مع هذا، أسابيع مع هذاك، لين ما صرنا نشوف عموري في الدورات الرمضانية، وصرنا نستغرب يا ترى كيف وصل هنا، وكيف أفضل لاعب في آسيا نهايته تكون في ملعب تقسيمه. وبالأخير انصدمنا من بيانه وقرار اعتزاله. وسؤالنا لكم، هل عموري أفضل لاعب في آسيا؟ وهل غيابه عطى فرصة لناس ثانية تتصدر المشهد؟